ايه اللي بيجرى من بعض اللعيبه المصريه في الايام اللي فاتت دي؟ ثلاث مواقف صعبه جدا مرت على الكره المصريه. اولهم الموقف بتاع محمد عبد المنعم في ماتش الاهلي لما احرز الهدف الاول، والاشاره الغير لائقه اللي عملها، وان كان طلع بعد كده وانكر. مصطفى شلبي برضو امبارح فاجئنا بتصرف غير اخلاقي عمله بعد لما احرز الهدف الثالث. والحاجه الثالثه محمد صلاح، لاعب كبير جدا بيعترض على المدرب بتاعه واللي صاحب فضل كبير على صلاح، يورجن كلوب. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ وهل اللاعيبه دي فعلا شايف ان هم غلطانين ولا لا؟ ده اللي هنتكلم عليه النهارده في حلقتنا في يوميات زملكاوي. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. محمد صلاح بيعترض على المدرب بتاعه يورجن كلوب بصوره غير لائقه بعد ما نزله في اخر 10 دقايق. محمد صلاح المدرب رايح يديله التعليمات وبيعترض عليه باسلوب غير لائق قصاد الجماهير، وطبعا منظر مش حلو، وناس كتيره جدا لمت وانتقدت محمد صلاح، وكلنا طبعا غلطنا صلاح لانه ما يصحش ان هو يعمل كده مع المدرب بتاعه. محمد ابو تريكه برضه رغم الصداقه اللي بتجمعه بمحمد صلاح انتقد صلاح بطريقه كبيره جدا وبطريقه رهيبه، ومش متعودين من الفرعون المصري محمد صلاح والملك المصري ان هو يغلط. وانت يا صلاح طول عمرك قدوه للمصريين وللعالم كله، وازاي تغلط في المدرب بتاعك اللي هو صاحب فضل عليه؟ وكان طبعا كلوب ضيع الدوري السنه دي من ليفربول، وكلوب مغرق ليفربول السنه دي وضيع منهم الدوري وخرجهم من الدوري الاوروبي، وما بيقعد صلاح جنبه ليه؟ وصلاح احسن واحد في الفرقه، بس برضه ده ما يدوش الحق ان هو يعترض على المدرب بتاعه. محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر، ومش بس هو احسن مدافع في مصر، محمد عبد المنعم ممكن يكون احسن لاعب في مصر دلوقتي لانه هداف ولانه هو شايل دفاع النادي الاهلي. ولكن برضه ده ما يدوش الحق ان هو يعمل اشاره غير لائقه بعد ما الجماهير انتقدته بعد ماتش الزمالك لما كان سبب في هزيمه الاهلي قدام الزمالك بهدفين لسيف الدين الجزيري. محمد عبد المنعم بيشاور للجمهور اشاره غير لائقه، وبعد كده صاحب بيتهرب منها وبيقول لك انا كان عندي اصابه. طب انت لو فرضا انت عندك اصابه، انت رايح تحتفل بالهدف بتاعك متاكد 100% ان الكاميرا هتبقى قاطعه عليك. فانت يعني مش عايزين ندخل في نيتك ونقول ان انت اكيد كان قصدك، ولكن برضو ده اهمال من اللاعب. انت عارف ان انت جبت جون ورايح تحتفل، اكيد الكاميرا هتجيبك. لو انت بتتكلم صح ان انت بتتاكد من الاصابه، يعني مع احترامنا ليك، والموضوع هنا مش اهلي وزمالك، لو هو بيتكلم صح طب ليه ما عملش ما شافش الاصابه دي قبل الهدف لما كان ما يجيبه، قبل ما يروح للكاميرا او في غرفه الملابس، او كان طلب الدكتور ان هو يشوف الاصابه دي؟ حاجه. طبعا بقى جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بتدافع عنه براحتهم، على العموم اللي عندنا الاخلاق قبل الرياضه. مصطفى شلبي امبارح في ماتش الزمالك ودريمز احرز الهدف الثالث، وكان لعيب مؤثر جدا، لعيب بمعنى اصح جناح مشاغب، بيحب بسرعته بقى بمهارته بتمريراته. وكان ليه فضل في الهدف الاولاني برضه، هو اللي لعب الكوره لفتوح اللي جه منها الضربه الركنيه اللي جه منها الهدف. واداؤه كان مؤثر جدا في المباراه، وواحد برضه من اهم لعيبه الزمالك. ولكن برضه ده ما يدلوش الحق انه يعمل الاشاره اللي عملها في المباراه. صحيح بقى ان مجلس الاداره طلع قال لك ده كان مضغوط ومش كان مضغوط، هو اي واحد مضغوط يعمل اشارات زي دي؟ ولو كانت كل واحد عليه ضغط في الشغل مثلا هيعمل كده يبقى عليه العوض ومنه العوض، ما بالك ده لعيب وبيتفرج عليه ملايين والمفروض ان هو قدوه. بنتمنى ان شاء الله ان المواقف دي ما تتكررش من لاعيبتنا، وعايزين نقول انها حصلت من لعيبه تقال جدا، ويكفي محمد صلاح احسن لاعب في تاريخ مصر يغلط، ولكنها الغلطه الاولانيه فاحنا مسامحينه عليها. مصطفى شلبي وعبد المنعم يا ريت اللي بتعملوه ده ما تتكررش، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله.